هو أنتِ دايمًا كده تتقمصي على أقل كلمة؟ لأ بقى، ده أنت اللي ما بتهتمش بيّا وما بيفرقش معاك زعلي، وبيبقى هدفنا نتصافى ونتصالح ونشوف حل، بس بتقلب لخناقة أكبر وكل واحد يحكم ويلوم على التاني. طب التاني هيسكت؟ لأ طبعًا، لازم هيبدأ إن هو يدافع ويبرر. طيب تعالوا مع بعض نتعلم طريقة جديدة، جربوها وبنفسكم هتشوفوا الفرق. أنا حسيت بيه لما حصل كذا وبطلب كذا. بداية أنا حسيت بيه وبعبر عن مشاعري، فمجرد إني قلت أنا حسيت بالحزن أو حسيت بالغضب أو حسيت بالإحباط أو حسيت بالذنب، ده يكفي إني عبرت وقلت إن مشاعري وما سبتهاش مكبوتة ومزعلاني. لما بقول لما حصل وكأني بحكي الموقف، ما بلومكش ولا بقول إن أنت كذا ولا بحكم عليك ولا بقول أي حكم، لأ، أنا بتكلم بس في الموقف اللي حصل وبطلب، وبيكون طلب محدد. بطلب مثلا آه إن ما تقوليش الكلمة دي، أو بطلب إنه لما نبقى متفقين على ميعاد تقابلني في نفس الميعاد، أو بطلب إنه لو اتأخرت تبقى تكلمني قبلها. فبقى كل تركيزي على إني أعبر عن نفسي، أعبر عن إحساسي وأعبر عن طلبي، وده بيكون تأثيره على الطرف التاني إنه على الأقل بيكون عنده استعداد إن هو يسمعني، وما بقيناش في وضع دفاع وهجوم. جربوها وقولوا لنا الفرق.